كبرت ملك وهي بين صراعين، قلبها بيرن باسم أمها وعقلها متشبع بكلام جدتها. أمك خربت بيتها، وإنتي لو سمعتي كلامها هتبوظي مستقبلك. لكن بعد لقائها بأمها شهد حاجة جواها اتكسرت، وبدأت تشوف الصورة من زاوية مختلفة. رجعت ملك من عند أمها ساكتة، وخطيبها مروان بدأ يلاحظ اتغيرها. مالك، مش كنتي فرحانة بخطوبتنا؟ ردت بصوت خافت: أنا محتاجة وقت أفكر. دخلت في حرب جديدة، البيت كله ضدها. انتي بتسمعي كلام واحدة فشلت في حياتها، انتي بتضيعي فرصة مش هتتكرر. كل البنات بتتجوز في السن ده، انتي مش أحسن منهم. لكن ملك كانت مختلفة، بدأت تقرأ وتتكلم مع بنات زيها، وتحضر ورش توعية، وتشوف قصص ناس اتجوزوا بدري واتكسروا. وبدأت تسأل نفسها: أنا هتجوز ليه؟ عشان أهرب من ضغط البيت، ولا عشان أبدأ حياة ناضجة؟ كانت بتحب مروان، لكنه ما كانش مستعد يديها الوقت تفكر. بدأ يهدد: إما نكمل دلوقتي أو كل واحد في طريقه. وفي يوم أجمعوا كلهم قاعدين في الصالة، وقالت: ملك، أنا قررت مش هتجوز دلوقتي. الدنيا وقفت. أبوها اتعصب وجدتها انهارت، لكنها كملت كلامها: أنا مش ضد الجواز، بس ضد إني أكون صغيرة عليه. أنا مش هكرر قصة ماما، أنا هكمل تعليمي وهبني نفسي، ولو الجواز جالي في وقتي أنا اللي هختار. سابت البيت يومين وراحت تقعد عند خالتها لحد ما النار تهدى، وبعدها رجعت. بس كانت رجعة واحدة تانية، مش البنت اللي بتخاف تقول لأ، دي بنت اختارت تبقى قادرة تمشي على سكتها، مش سكة مفروض عليها.